بتبدأ أحداث قصتنا وبطلنا بيقول لنا إنها ما كانتش حاجة عادية زي انزلاق القشرة الأرضية أو انفجارات بركانية، بل إنها وحوش وظهرت في جميع أنحاء الأرض، وإنهم خلوا العالم على وشك نهايته، والسبب في ظهورهم ده هو البرج أرض الغموض اللي ادت للوحوش قوة وسلطة. برج الشياطين أو زي ما بيتقال عليه كده برج الحاكم، والسبب اللي اتسمى بيه البرج بالاسم ده إنه كان برج هايل وعدد طوابقه 999 طابق، واللي بيديروا البرج ده هم الحكام والشياطين، وإن كل حكومة العالم حاولت إنها تمنع الناس إنهم يوصلوا للبرج ده، وبرغم كل ده ما كانش حد عنده المقدرة إنهم يمنعوا الناس إنهم يوصلوا للبرج ده، غير إن الشياطين والحكام أعلنوا إن الأشخاص اللي هيحاولوا منع الناس إنهم يوصلوا للبرج فهيتم معاقبتهم. ومن 5 سنين ملايين البشر ادوا للبرج ده اهتمام. نروح لبطلنا اللي بيضحك ضحكة شريرة وبيقول يلا نبدأ في محاولة البشرية الأولى في تطهير الطبقة 600، وبيكون اسم بطلنا جين وإنه رمز الهلاك وأعظم مستحضر أرواح، ولكن بطلنا بيغدر بأصحابه بيقول لهم إن هيستخدمهم كلهم كوحوش وبتدور معركة بينهم، ولكن بطلنا هو اللي بيخسرها. وفي لحظة بطلنا بيموت بيقول لنا إن هو ما خانش البشرية، وإن الحقيقة إن تم خيانته من ال9 نجوم، وال9 نجوم دول هم الأشخاص اللي كان بيقاتلهم، ولكن الحقيقة دي كانت مخفية عن العالم. نروح لبطلنا اللي بيكون فرحان جدا لأنه نجح إنه ينقل روحه لجسد جديد، وبيقول إن ميزة المهارة دي إن في لحظة مواجهته للموت روحه بتتنقل لجسم جديد يناسبه، وبيقول إن شكله لقى جسم بنفس مواصفات جسمه القديم، وبيشتم على النجوم ال9 اللي قتلوه، وبيقول إنه كان ممكن يصفي الطبقة 600 لوحده. سبب شتمته عليهم إن هم عرضوا عليه إن هو يساعدهم وفي الآخر خانوه. نرجع فلاش باك واحنا بنشوف الشخص ده بيقول لجين أنت عارف إحنا ليه خناك، وجين بيقول له هو متضايق إن هو ما كانش عايز حاجة غير إن هو هيساعدهم، والشخص ده بيقول له ما تاخدش الموضوع على صدرك كده وما تحسسناش إن إحنا افترينا عليك، بس ممكن تسميها إن إحنا بنتخلص من أعشاب الضر. في اللحظة دي جين بيتضايق جدا وبيقول هو المعتوه تشوي كان معاكم، وتشوي ده بيكون صديقه الوحيد من فرقة ال9 نجوم، وتشوي لسبب ما قرر إنه ما يشاركش في تطهير الطبقة 600. في اللحظة دي عين بطلنا بتقفل وباين عليه إن هو بيموت، وبيقول أنا هموت المرة دي لكني هرجع مرة تاني وهرجع أقوى، وبيقول استنوا بس أنا مش هحاولكم أحد وحوش المستدعاء، أنا هتأكد إني همسح أرواحكم من العالم خالص. وبيقطع صوت تليفونه وبيمسك تليفون وبيقول إن هو بقاله فترة كبيرة ما مسكش تليفونات، وأول ما بيفتح التليفون بيتخض جدا، وده لأن عدى 10 سنين على موته. في اللحظة دي بيشوف دبانة وبيقتلها وبيحاول يستدعي روحها لكن مش بيحصل أي حاجة. وفي اللحظة دي بيتضايق جدا لأن الجسم ده ما فيهوش أي ذرة مانع، وبيقول هو ده معناه إن لازم أروح البرج من غير ما استخدم أي مهارة. في اللحظة دي بيمسك تليفونه وبيكون خايف لا يكون ال9 نجوم وصلوا للقمة، ولكن لما بيبحث عليهم بيلاقي اللي هم وصلوا للطبقة 800 بس. في اللحظة دي بيقولوا كل ملامحه جد دي فرصتي لازم إني ألحقهم عشان أنتقم منهم. بيمسك الجاكيت بتاعه وبيلبسه وبيقول التدريب بره البرج مش هينفع لازم أروح حالا، وبيقول حتى لو الجسم ده ضعيف فأنا لسه عندي خبرة من حياتي السابقة، وبيقول إن هو هيستخدم خبرته واحدة واحدة وهيبقى أقوى، وبيقول استنوا يا نجوم 9 هتأكد إني هقتلكم بإيدي. نروح لجين وهو واقف قدام البرج، والشخص ده بيقول لو أنا قدرت إني أطهر البرج فهبقى غني جدا. بيرد عليه صاحبه بيقول له أنت متأكد إنك هتقدر تعملها؟ أنت ممكن أصلا تموت من الطابق الأول. وجين بيقول أخيرا أنا رجعت، أنا هخلي الكل يعرف أنا مين. في اللحظة دي باب البرج بيتفتح والناس كلها بتبدأ تجري ناحيته عشان يخش، وجين بيقول في نفسه بدأت لحظة انتقامي. وأول ما بيخش البرج بيرحب بيه وبيقول له أهلا بيك في البرنامج التعليمي، بيقول إن الطريق ده مليان أفخاخ ولازم يقعد كام يوم عشان يقدر يوصل لنهايته. بيقول ما بين الطوابق ال10 الكل اتفق إن ده أسهل طابق فيهم. في الأثناء دي بيكون في نافذة نظام قدام بطلنا، والهدف بيقول إن هو لازم يوصل للواجهة عن طريق تجاوز الأفخاخ، والنافذة بتقول له برضه إن هو لو اتصاب بأي فخ فهيرجع للبداية هيتم شفاء جميع الأضرار. وجين بيفتح نافذة النظام وبيقول لازم أشوف إحصائيات الجسد ده حالا، وأول ما بيفتح النافذة بنشوف إن جميع الإحصائيات في المستوى الأول، والسمات أول واحدة بيكون الشراهة والتانية غير معروفة. وجين بيستغرب وبيقول دي ما كانتش إحصائياتي قبل ما أموت، وبيقول ما تقوليش إن السمات والموهبة بتتغير بين الأرواح. جين بيعمل إحماء وبيقول يلا نبدأ البرنامج التعليمي، وبيقول أنا هاخد كل النقط اللي هقدر آخدها خلال البرنامج التعليمي. في اللحظة دي جين بينطلق ناحية الهدف، وهو بيجري في الطريق بيلاقي حاجة بتلمع ناحية السقف بس بيقدر يتفاداها وبيتضح إن ده كان سهم، وبيقول هي المرة الوحيدة اللي تقدر تتفاداها فيها، وبيقول إن خبرته اللي فاتت ما عدتش على الفاضي. وبعد ما بيتفادى السهم بيحس بخطر جاي من وراه، وبيبص وراه وبيقول أعتقد إنكم بلغتوا شوية، ولكن بيقدر يتفادى السهوم اللي جايه من وراه. لكن مرة واحدة بيتضح إن في سهمين جايين من قدامه وبيسيبوا كتفه وبيقع على الأرض. في اللحظة دي جين مش بيرضى يستسلم وبيسيبه كذا سهم برضه، وبيقول رغم الألم ده كله أنا هستحمل وهكمل الطريق، ولكن الإصابة بتبقى كبيرة وبيرجع لنقطة البداية تاني. وبعد ما جين بيرجع لنقطة البداية جسمه بيتشفي وبيقول أنا هشوف بقى الجسم ده هيستحمل قد إيه، ولكن ما ينفعش أجري زي اللهبل لأن كده هتصاب بسرعة. في الأثناء دي جين بيحط إيده على الأرض وبيجيب دم على الأرض وبيلحسه وبيستخدم مهارة الشراهة، وبيقول إن مهارة الشراهة بتخليك تلتهم أي حاجة غير حي، وبيقول إن الدم اللي خده ده كائن غير حي. وبيفتح نفس النظام وبيقول كويس نقاط خبرتي المحتملة زادت بعد ما استخدمت مهارة الشراهة، وبيقوم وبيفضل يحاول مرة ورا التانية لكن كل مرة كان بيخسر ويرجع لنقطة البداية من تاني. نروح لبعد شهر واحنا بنشوف على ملامح بطلنا جين انه تعبان جدا، ولكن بيكون قادر ان هو ينهي مرحلة البرنامج التعليمي، وبتجيله نفسة نظام بتهنيه ان هو قادر ينتهي من مرحلة البرنامج التعليمي. وجين بيقول اخيرا قدرت اني اخلص، الموضوع خد مني وقت كبير لاني كنت كل شوية بتصاب وبرجع لنقطة البداية تاني. وبتجيله نفسة نظام بتقول له ان في العديد من الحكام والشياطين مهتمين باسلوبه، وجين بيشتم عليهم لان هو بيكون عايزهم يسيبوه في حاله، وبيقول ان الحكام والشياطين بيراقبوا اللعيبة
عشان يشوفوا مشابه ليهم، وبيقول انهم مقرفين، وبيقول ان مفيش حد فيهم بيكشف عن اسمه كحاكم او اسمه الحقيقي، وبيقول انهم هما بيخدعوه عشان يخلوه تلميذ ليهم. وبتجيله كذا نافذة نظام بتقول له ان الشيطان متضايق لان هو بيقول كلام بذيء. وبتجيله نافذة نظام حمرا بتقول يبدو ان هناك شيطان يبتسم. وبتجيله نافذة تانية بتقول ذروة كل شر يبدأ في إلقاء التحية عليك قائلا كيف حالك، وبيكون ذروة كل شر ده اسم الشيطان، وهنختصر ونقول له زينو اسهل. وجين بيتضايق وبيقول له انت من جديد ايها الوغد المطارد. وجين بيقول لنا ان زينو ده كان شيطان في حياته السابقة، وبيقول ان هو كان شيطان كان بيحاول يتمسك بيه وبيفضل يغريه عشان يخليه تلميذ ليه، بيتساءل لو هو قدر يتعرف عليه في الجسم الجديد. وبيقول لنا ان الشخص اللي سمح ليه بالحصول على تناقل الارواح كان هو. وجين بيقول لزينو ان هو استفاد كتير من تناقل الارواح. وبتجيله كام نفسة نظام بتقول له ان في كذا حاكم وكذا شيطان مهتمين باسلوب. في اللحظه دي جين بيتضايق وبيزعل زينو وبيقول له ان هما بيجوا بسببه هو. فجين بتجيله نفسه حمرا بتقول له ان زينو بيعتذر منه. وبتجيله كذا نفسه تانية بتقول له ان في كذا حاكم مهتمين بيه. فجين بيزعق وبيقول انتوا مش ممكن تقعدوا على جنب كده وتفككوا مني. في اللحظه دي بقى جين بيقول لزينو ان هو لو عايز يراقبه يراقبه، بس يراقبه وهو ساكت. وبيقول له انا هختار حاكم او شيطان ان اكون تلميذ ليه، فاكيد مش هيكون انت. وجين بيقول لما افتح الاحصائيات اشوف انا وصلت قد ايه. ولما بيفتح احصائياته بنشوف ان هو زاد بشكل كبير جدا. اللحظه دي جين بيكون طالع منه هاله قويه وبيقول كويس، من الصعب اني احصل على مانع في المرحله دي. في الاثناء دي بقى بتجيله نفس النظام بتقول له نظرا لنموك السريع حصلت على سمه جديده. وجين بيكون مستغرب جدا، وده لانه عنده سمه بالفعل وهي سمه الشراهه. في اللحظه دي بقى جين بيقول ان هو فهم صاحب الجسم ده، بيقول ان هو كان عنده سمه الشراهه دي بالفعل. وبتجيله نفسه بتقول ان اسم السمه اللي هو اخدها كل شيء. وجين بيقول ايه الاسم الغريب ده، وبيفتح نفسه النظام ويلاقي ان سمه كل شيء ميزتها ان هو يبقى جيد في كل شيء، وايا كانت التقنيه فهيتم تعديل كفاءتها اثناء التدريب، وان اثناء القتال هيكون في تعديل اضافي يناسب كفاءته. وجين في اللحظه دي بيفرح جدا وبيقول ايه الجمدان ده، انا كده ممكن اعملها. وبيقول هو ده اللقب اللي انا كنت عايزه طول حياتي. في حياتي السابقه كنت بجهز عشان احصل عليه لفتره طويله. وجين بيجيله النافذه الحمراء تاني وبتقول ان زينو عنده فضول ناحيه النافذه بتاعته. ساعتها جين بيتضايق وبيقول له انسى الموضوع وبطل تضايقني. وبيقول له ان هو راح الطابق التالي، لو عايز يتجسس عليه يتجسس، هو كده كده مش مهتم. وساعتها جين بيخش الاوضه بتكون مليانه اسلحه، بتكون اسمها غرفه الاختيار والتدريب. والبرج بيقول له ان بوسعه اختيار اي سلاح وفئه تناسبه، وانه بمجرد ما يخلص يدمر الارض اللي هو واقف عليها عشان ينتقل للطابق الاول من البرج. وجين بيقول ان في حياته السابقه بعد ما اكتشف ان هو عنده مانع ما ترددش واختار على طول ان هو يبقى ساحر. وجين بيختار القوس والسهم، والبرج بيقول له تم انشاء اهداف التدريب. وجين بيبدا يضرب الاسهم ناحيه الاهداف وبسبب كل مهاره. وبعد كده جين بيقول للبرج ان هو ينشئ المزيد من الاهداف ويخليهم قادرين على المواجهه ضده. في الاثناء دي بقى البرج بيحذره وبيقول له ان هو لسه ما اختارش فئه، وان الاهداف المهاجمه هتكون خطر عليه، وبتكون عين جين كلها شر، وبيقول ان هو مش مهتم. اللحظه دي بتنزل 5 اهداف مهاجمه ضد جين، ولكن جين بيهزمهم بكل مهاره. وبعد ما بيخلص عليهم بيكون ماسك سيف بايده وبيقول للبرج ان هو يجيب اهداف اقوى. والبرج بيقول ان الصعوبه ازدادت وهيتم استدعاء اهداف ضخمه. بطلنا جين بيمسك الرمح اللي في ايده وبينط في الهواء وبينزل بيه على دماغ الهدف الضخم، وبيجي هدفين تاني من وراه، لكن جين بيطلع السيفين اللي معاه وبيقدر ان هو يقتلهم. وبعد كده في اهداف تاني بتهاجمه وبيكون اسمها مهاجم المجال. وجين اول ما بيلمحهم بيروح يجري على طول، وبيجيله تحذير من النظام بيقول، لكن جين مش بيدي النظام اهتمام وبيقول لازم استخدم التخصص بتاعي دلوقتي. وبيطلع عصايه سحريه وبيقول انا اسرع منكم كلكم، وبيستخدم سهوم سحريه وبيقدر يهزمهم كلهم. وبيقول مدهش، هي دي قوه سمه كل شيء. وبيقول ده اكني كان عندي خبره للسلاح اللي انا استخدمته. تجيله نافذه نظام بتقول ان هو عمل انجاز، وبياخد على الانجاز ده 5000 نقطه. وبيتصدم لان سمه كل شيء ما طلعش اسمها كل شيء، وطلع اسمها الاتقان الكامل. وبتجيله نافذه بتقول تودي اختيار فئه الاتقان الكامل بصفات فئتك، وان هو مش هيقدر يخرج من غرفه التدريب غير لما يختار او لا. وجين بيقول لا حتى لو هي فئه الاتقان الكامل. وبيقول فليس بوسع التخلي عن الميزه الاكبر. وبيقول ان هو لازم يختار على اساس انها فئه فرعيه ليه. وبيقول في الحاله دي ايها النظام اختار الاتقان الكامل بصفات فئتي الفرعيه. والنظام بيقول له ان هو مش قادر يعمل كده. فبيرد جين وبيقول له ليه. والنظام بيقول له لان الفئات الفرعيه لسه ما اتفتحتش، وان هي هتتفتح بعد الطبق المية. وجين بيقول في نفسه ان هو نسي الموضوع ده، وبيقول في نفسه طب اعمل ايه لو انا ما اخترتش فئه فمش هعرف امشي من الغرفه دي. وبيقول برغم ان ده يكون اهدار فلازم استخدم النقاط الانجازات بتاعتي. وجين بيسال النظام لو كان هو يقدر إن هو يفتح الفئه الفرعيه باستخدام نقاط الانجازات بتاعته. والنظام بيستغرب من جين وبيقول ازاي مبتدئ يكون عارف حاجه زي كده. وجين بيقول السؤال ملوش لازمه، انا عرفت ازاي استخدم 5000 نقطه انجاز لفتح الفئه الفرعيه. والنظام بيقول ان هو ممكن يعمل كده، لكن فتح الفئه الفرعيه ب 5050 نقطه انجاز وهو مش معاه غير 5000 بس، وان هو مش معاه نقاط انجاز كافيه. وجين بيقول في نفسه مفيش غير حل واحد. وجين بيقول لزينو افصح عن هويته وتحدث معي. وجين بيقول للنظام أليس الحديث مع الحكام لاول مره يعتبر انجازا، وبيجيله مكافاه 200 نقطه لانه اتكلم مع شيطان عظيم. وبعدها جين بينجح ان هو يختار الاتقان الكامل فئته الفرعيه. وبتجيله رساله من النظام بتقول سيتم نقلك الى الطابق الاول من البرج بعد تدميرك غرفه الاختيار والتدريب. وجين بيكسر الارض تحتيه وبيقول يلا عشان انفذ الانتقام بتاعي. نروح للطابق الاول واللي بيكون اسمه غابه كورول، وبنشوف اقزام اشبه بالظبط
زومبي واقفين قدام ناس، والناس دول بيكونوا مرعوبين منهم جدا، والشخص ده بيقول ازاي هنعدي الطابق الاول وهو بالصعوبه دي. وبيبدا واحد من الزومبي يهجم على الراجل اللي هو ماسك بنت في ايده. في اللحظه دي بطلنا بينزل من السماء وبيلمح قزم الزومبي وبيقول لقيت فريستي الاولى، وبينزل عليها برجله وبيجدع عليها بضربه واحده بس. والشخص اللي ماسك البنت ده بيكون متفاجئ جدا من جين، وده لان جين قدر ان هو يهزم الوحش بضربه واحده بس. والشخص ده بيقول انا مش عارف هو مين، بس خلينا ندمج قوتنا معاه ونهاجم الوحوش. وقبل ما الشخص ده يكمل كلامه جين بيقول له امشي من وشي. وجين بيبص عليه وهو متضايق وبيقول له لو لمست اي حد من الوحوش فانا هقضي عليكم بنفسي، مفهوم؟ والاشخاص دي اول ما بيشوفوا ملامح جين وباين عليه ان هو بيتكلم بجد وبيشوفوا الهاله بتاعته المرعبه دي بيجروا على طول. وجين ساعتها بيلف راسه ناحيه الوحوش وبيقول هو مفيش حد ينتقم لاصحابه. وحشين بيتقدموا ناحيه جين، ولكن جين بيمسك عصايه وبيضرب واحد منهم هيت شوت بتجيب اجره الارض. وبيبص لصاحب الزومبي وبيقول له ايه مش هتهاجمني؟ ولكن الوحش بعد ما يشوف جين عمل ايه في صاحبه بيطلع يجري على طول. ولكن جين بيبص عليه وبيقول انت فاكرني هسيبك؟ وبيوجه عصايته ناحيته وبيضربه بسهم سحري وبيموته هو كمان. وبتجيله نفذه بتقول ان هو لازم يقتل 10 اجزام عشان ينتقل للطابق التالي. وجين بيقول كويس ده سهل جدا، انا اقدر اني اقتل منهم 100 على اي حال. وبيقول لو انا قتلت 100 منهم فهاخد لقب القاتل. وبيقول ان في حياته السابقه كان هياخد لقب قاتل كل الوحوش، وبيكون قصده ان هو كان هياخد قاتل الزومبي وقاتل الليش وهكذا. وبيقول انا معدتي فاضيه، ان هو يسحب دم الزومبي وبيستخدم مهاره الشراهه. وبيقول ايه ده انا ممكن اشوف ذكريات الزومبي ده، غير ان جين اخد قوه الوحش ده وبقى يفهم لغتهم. وبيفتح نفسه الاحصائيات وبيلاقي ان مستواه زاد بشكل كبير، وبيقول ان مستواه زاد بمستوى صاعد للطابق العاشر. وبيشوف في ذكريات الوحش ده وهو بيجري ورا واحده وبيكون عايز ياخد ابنها منها، والست دي بتكون بتترجاه ان هو ما يعملش كده. وبيلمح في ذاكرته مكان زعيم الاقزام، وجين بيقول زعيم الاقزام ده وقت كويس جدا. وبيقول ان هو ممكن يجمع نقط من وراه زي نقاط الخبره وانجاز لقب القاتل في نفس الوقت. وبيقول بما اني هواجه زعيم الاقزام فلازم يكون معايا جيش. وبيبتسم ابتسامه شريره وبيبدا ان هو يستدعي ارواح الوحوش اللي هو قتلهم. وبعد ما بيستدعي ارواحهم بيكون شكلهم على شكل هيكل عظم، والنظام بيحييه ان هو قدر يغير فئته والفئه الاساسيه بتاعته بقت مستحضر الارواح. وبيلاقي مجموعه من الاقزام ظهر تاني وبيامر الارواح اللي معاه انهم يقتلوا كل الاقزام اللي هم شايفينهم. وبعد ما الارواح دي بتخلص على الاقزام بنشوف ان جين قدر يقتل 35 وحش بدل 10، وبيكون خلص المهمه اللي عليه. وهو ماشي بيقول انا كنت متاكد ان المكان ده كان هنا. وبعد كده بيقول لقيته، وبيخش مكان شبه مستودع وبيقول لحسن الحظ لم يكتشف احد هذا المكان. وبيامر الارواح اللي معاه اللي هم يستنوا بره. وبعدها بيكسر الارض وبيتضح ان في تحت المكان ده مكان سري. وهو نازل على السلم بيبدا ان هو يحط احجار لسبب ما. وجين بيقول ان روح اقدم سيد روح مستخبيه في المكان ده، وبيبقى في تابوت تغيير الفئه. وبيفتح التابوت وبتطلع منه روح. وجين بيقول فولكان. وجين بيبتسم وبيقول بقالي فتره ما شفتوش. وفولكان بيساله لو هو ما كانش اتفاجئ برؤيته، وبيقول له ان هو بذل جهده عشان يطلع له بشكل يفاجئه. وجين بيتكلم باستهزاء وبيقول له هو في مستحضر ارواح بيتفاجئ لما بيشوف هيكل عظمي. وبيقول له بعيدا عن الموضوع ده انا جيت بعد ما قريت دفتر يوميات. وبيقول له ان هو اتجاوز مرحله التفاجؤ. وجين بيقول لنا ان هو ما قراهاش في الحياه دي وان هو قراها في حياته السابقه. وبيقول خلال الوقت الذي فقدت فيه كل ما عندي من قيم بعد تغيير صنفي الى ساحر اكتشفت المجلد ده ورجعت للطبق الاول. وبيقول ان بعد ما بقى سيد روحي فشل انه يخلي فولكان احد استدعاءات. وفولكان بيقول له انا معجب بيك، انت احسن من اللهبل اللي انا شفته من 10 سنين. وجين بيكون متضايق جدا لان اللهبل ده بيكون هو في حياته السابقه، وفي اللحظه دي بيكون عايز يكسره. وجين بيغير الموضوع بيقول له ان هو عايز يغير فئته بسرعه. وفولكان بيقول له اسف لكن لازم تروح للطابق العاشر الاول عشان يبقى مستحضر ارواح. وجين بيرد عليه وبيقول له ان هو مستحضر ارواح بالفعل. في الاثناء دي بقى فولكان بيتفاجئ جدا، وده لان جين قدر ان هو يبقى مستحضر ارواح من غير ما يروح الطابق العاشر. وبيقول له انت فعلا موهبه عظيمه. وجين بيقول له طيب هتغير فئتي؟ وفولكان بيقول له ايوه معلش انا فضلت اتكلم كتير بس. في الاثناء دي بقى بيبدا فولكان ان هو يغير فئه جين. وجين بيقول زمان قبل ما البرج يظهر على الارض كان في متسلق بيحكمها. وبيقول برغم انه كان اقوى مستحضر ارواح بس فضل يدور ازاي يبقى اقوى. وكان على طول بيقول في نفسه ان الاستدعاءات اللي مصنوعه من جلد وعظم مش هتكفي. وبعد فتره نجح ونشا فئه جديده وهي فئه سيد الروح. ولكن بعد كده جسمه العجوز وصل لنهايته فقرر ان هو يستخدم استحضار الارواح على نفسه عشان بعد كده يورث لحد القدره دي. وبعد كده جين بيتغير فئته بالفعل. وفولكان بيقول له ان العبيط اللي فات كان سيد الروح التاني وانت بقيت التالت. وبيقول له استخدم حوايه الروح لاسر الروح وساعتها هتقدر تستدعي. وبيقول له دلوقتي روح تسلق البرج وانشر اسمي وروق عليا كده. وجين بيقول له في الحاله دي بقى روح اعمل كده مع نفسه. في اللحظه دي فولكان بيغضب جدا وبيقول انت نسيت الوعد اللي مكتوب في المجله. وجين ساعتها بيستخدم مهاره جمع الروح وبيبدا ان هو يسحب روح فولكان. وفولكان بيقول له انت فاكرني ان هسيبك تعمل كده؟ وبعد كده جين بيعمل جدار وبيحبس فولكان جواه. في اللحظه دي بقى فولكان بيبدا يزعق وبيقول انت فاكرني هسيبك على اللي انت عملته ده؟ وبيقول له انا اقدر اكسر السلاح ده في اي وقت. وفولكان بيقول في نفسه ازاي متسلق الطابق الاول عنده المهاره والتكتيكات دي. وجين بيقول انا فشلت في حياتي السابقه لكن دلوقتي اقدر اقبض عليه. وفولكان بيقول في افكاره الحياه التانيه مفيش مفر. وجين بيقول الابتسامه على وشه هل ما زلت السيد الروح التاني ام يجب ان اعتبر نفسي السارق. وبيبدا يسحب روح فولكان وبيقدر ان هو يسحبها فعلا. وبتجيله كذا نافذه نظام بتقول له ان في كذا حاكم وكذا شيطان مهتمين بيه. وبيقول ان الحكام والشياطين ما يعرفوش يخشوا غرفه تغيير الرتبه. وبيقول استنوا بس قريب هوريكم مهارتي وهتتفاجئوا بيها. وبيقول اعتقد اني لا احتاج الى الجنود الهيكل العظمي بعد الان. وبيتخلص من الهيكل العظمي وبيستدعي ارواح الاقزام اللي هو
قتلهم. وفولكان بيظهر وبيكون متضايق من جين جدا وبيقول له انت ازاي تجرؤ انك تخليني جندي روحي ليه. وجين بيقول له اول مره اشوفك بشكلك الحقيقي، وبيقول له شكلك كنت امور وانت في عز شبابك. وفولكان بيزعق فيه وبيقول له انا مش هسامحك، انت ازاي تقلل من شأني وانا اول سيد روح. وبيقول له انت فاكرني اني هطيعك زي الكلاب. وبعد كده فولكان بيقول له طيب انت هتعمل ايه دلوقتي. وجين بيقول له انت مش عارف تخمن، احنا هنروح نهجم على زعيم الاقزام. نروح لجين وهو رايح عند زعيم الاقزام وفي وحشين بيهجموا عليه، ولكن جين بيطلع على الروح اللي معاه وبيقدر انه يقضي عليهم نهائيا. وجين بيقول لباقي الوحوش انهم يروحوا يقول للزعيم بتاعهم ان هو هنا. وبعد كده الخبر بيوصل لزعيم الاقزام وبيقول للوحوش اللي معاه جهزوا لي القرابين بسرعه. في الاثناء دي بقى ارواح الاقزام اللي مع جين بتبدا انها تخلص على الاقزام التانية. وبعدها جين بيحس بهرة الزعيم وبيقول ان هو قريب جدا. وبتيجي نفسة نظام بتقول لجين ان زينو بيشجعه، وجين بيقول انا هكسب باي شكل من الاشكال. نروح لزعيم الاقزام وهو بيعمل قربان عشان يستدعي شيطان قوي، والاقزام اللي معاه بتكون ماسكه بنت وباين عليها انها مش بشريه. والزعيم بيقول لهم هل هذه هي القربان التالي. وبعد كده زعيم الاقزام بيمسكها من ايديها وبيقول لها ستكونين قربانا افضل بكثير من البشر. في اللحظه دي في حاجه بترمي على ايد الزعيم وده بيتسبب ان البنت بتقع منه على الارض. وجين بيبص عليه وبيضحك ضحكه شريره وبيقول له في الحالتين اللي انت بتعمله ده مش هيهم، القربان ده مش هيفيدك لانك كده كده هتفشل. والزعيم بيقول له بقى انت بقى الدخيل الاحمق. وجين بيقول له وانت زعيم الاقزام شكلك زي العريان اللي وسط الشله. في اللحظه دي زعيم الاقزام بيزعق لجين وبيقول له انا هو كاليوم زعيم الاقزام، اظهر لي بعض الاحترام ايها الانسان. وجين بيقول له ايه الغرور ده انت حتى وحش في الطابق الاول بس. والبنت اللي تبقى في الارض دي بتقول انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، لكن زعيم الاقزام منهي مع ذلك البشر، وبتقول دي فرصتي عشان اهرب. وبعد كده بتقوم تجري وزعيم الاقزام بيقول لها كيف لك ان تهربي ايتها الضحيه. وبعد كده الزعيم بيقول ايها الشيطان مراقب الموت اعرني قوتك. وزعيم الاقزام بيهجم على البنت عشان يقدر يمسكها، لكن في اللحظه دي جين بيقطعه وبيقطع هجومه. وبعد كده البنت دي بتشكر جين وجين بيقول لها ما تقلقيش بس اخرجي من هنا. وبعد كده جين بيقول ايه ده عندها قرون، وبيقول لها هل انت دوكيابي، وبيكون دوكيابي دي جنس قوي يعيش في الطوابق المائة. وجين بيقول في نفسه هل حدث شك في الطوابق المائة، وبيقول سأنقذها لأخذ بعض المعلومات منها لاحقا. والزعيم بيقول له كيف لك أن تقطع مراسم قرباني معهم. وجين بيقول للبنت دي ان اردت الحياه اختبئي في مكان ما لاني مش هنقذك مرتين. والزعيم بيقول له طب حاول تصد دي بقى، وبيوجه هجوم ناحيته ولكن جين بيقدر انه يتفاداه وبيقول له انت بطيء جدا، وبيديله لكمه في وشه وبيقول سيطره المانع خاصتك سيئه للغايه. والزعيم بيقع على الارض وبيقول كيف اللي صعد من الطابق الاول ان يكون بتلك القوه. وجين بيقول له انت ريحت كده ليه، ده احنا لسه بادئين. وبعد كده الشيطان ده بيزعق وهو بيقول ايها الشيطان المراقب الموت اتولى امره. وبعد كده الشيطان ده بيمسك جين وبيقول ازاي معتوه ده قدر انه يستدعي الحاكم بالقوه دي. وبعد كده الشيطان ده بيمسك جين وبيهبطه في الارض، والزعيم بيقول له ايه رايك ده اقوى استحضاراتي. وجين ملامحه بتتغير وبيقول استدعاء، انت عندك اي فكره عن اللي انت بتتكلم عنه ده. وبيطلع الارواح اللي معاه وبيقول انا هوريك دلوقتي ايه هي الاستحضارات بجد. والارواح اللي مع جين بتهجم على عملاق الدم وبتقدر انها تقضي عليه نهائيا. وزعيم الاقزام بيقول له لقد دمرت عملاقي في غمضه عين. وبعد كده جين بيقول لزعيم الاقزام المانه بتاعتك خلصت مش كده. وزعيم الاقزام بيرد عليه وبيقول له هيلاقيك وهيقتلك حتى لو انا مت. وجين بيقول له طيب ارجوك اتاكد ان هو هيعمل كده، انا عندي كلام كتير عشان اقوله له. وبيخلي الارواح اللي معاه تمسك زعيم الاقزام، وزعيم الاقزام بيقول له سيبوني انتوا نسيتوا ان انا الملك بتاعكم. وجين بيقول لشيطان مراقبه الموت هذه نهاية دميتك، وبيقول له مش عايزك تعترض دي غلطتك عشان تفكر تختبرني تاني. وبيقول له فوق كل ده هتأكد اني هخليك تدفع الثمن اختباري في المقام الاول. وبتجيله نفس نظام بتقول شيطان مراقبة الموت يقاك قائلا انه احب ذلك. وبعد كده الارواح اللي مع جين بتخلص على زعيم الاقزام، وبعد كده روح زعيم الاقزام بتبدا تخرج من جسمه وبتهرب، ولكن جين بيمسكها وبيقول انت فاكر نفسك رايح فين. وبيقولوا في حاجه فاضل تعملها، وبيقول لنا انتاج جرم الروح واحده من المهارات الاساسيه للمستحضر، مهاره بامكانها تحويل الروح لدواء صالح استخدام. وبعد كده بيمسكوا وبيقولوا شكرا على الوجبه. وبعد ما بياكلوا بتبدا كل احصائياته بتزيد. وبعد كده البت دي بتشكره ان هو انقذها وبتقول له اسمي هو هاريو. وبعد كده ملامح جيم بتتغير وبيقول لها ايه اللي هيحصل لو انا شرير انا كمان. وبيقول لها انا ممكن اقتلك او ابيع دوكيابي زيك. وبترد هاريو وبتقول له لو الكلام ده حصل فانا هتعامل معاك بنفسي. وجيم بيقول لها خلاص اتاكدت انك دوكيابي بجد، بس دوكيابي زيك من الطابق المية بيعمل ايه في المكان ده. وبتقول له ان في حد هاجم قاره الدوكيابي في الطابق المية. وجين اول ما بيسمع كده بيتسلم جدا وده لان الدوكيابي احد الاعراق القويه في البرج. وبيقول حتى لو عمل كده متسلق لن يكون من السهل ازعاج احدهم. ويقول مستحيل هل كان من احد الاعراق العظام الاربعه زي ممثلي القوى العمالقه او صميم سحر التنانين او اساد الطاقه الشيطانيه او اجنحه ثواب الملائكه. وبيقول ان الاعراق الاربعه دول هم اللي بيحكموا البرج. وبيقول مستحيل حد من الاعراق الاربعه يعمل كده. وبيقول صح ممكن يكون حد من التسع نجوم. وبيقول من الممكن ان يكون احد له علاقه بنقابتهم. وبيقول الاوغاد دول وقرب بتساله لو هو كان بخير. وبعد كده بيقوم بيقول لها ان مفيش حاجه وان هو هيمشي دلوقتي. وبتساله رايح فين، وبيقول لها انت عايزه تفضلي قاعده في المكان اللي مليان دم ده. وبتقول له طيب، وبتساله لو هي ينفع تيجي معاه. وجين بيقول في نفسه دوكيابي وهي لا زالت شابه، لن يكون من الممكن السيء ان ادعها تدخل فريقي. وبيرد جين عليها وبيقول لها ان هو يكون مشغول وان هو مش هيقدر يوفر لها الحمايه. وبتقول له ان هي تعتني بنفسها. وبيقول لها انت لسه كنت هتموتي على ايد زعيم الاقزام.
وهاري بترد عليه وبتقول له كل ده حصل بسبب اني خفضت فاعل. وجين بيقول لها طيب طيب. وبعد كده جين بيقول في نفسه ان هو عايز هدوم جديده ومش هينفع يمشي بالهدوم اللي مليانه دم دي. وبعد كده بياخد هدوم زعيم الاقزام، وهو ماشي في الطريق بيطلع له فولكان وارواح الاقزام، وبيقول له ان هو عامل مهمه وتاكد ان مفيش ولا قزم عايش. وجين بيقول له جيد، اداء رائع يا فولكان. وهاري بتمسك ايد جين وبتقول له مين ده؟ وفولكان بيقول له ما تقوليش، هي تقدر تشوفني؟ وهاري بترد عليه بتقول له قليل من الدوكيابي لديه ارتباط عالي مع الارواح. وجين بيقول في نفسه اوه شكلها دوكيابي مميز، وبيقول ممكن استخدم الشراهه وامتص قدرته. وبيقول لا لا مش دلوقتي، سيكون من السهل ابقائها في جانبي وتدريبها لهذا الوقت. وبتيجي نافذه لجين بتقول سببت هزيمه زعيم الوحوش موجة وحوش. وجين بيقول جمدان والله. وفولكان بيقول له ايه ده موجة وحوش؟ وهاري بتقول له ما تقوليش انك هتقبلها. او بيرد جينو بيقول لهم لو انا ما قبلتهاش فايه سبب مجيئي هنا عشان اهزم الزعيم. وبتجيله نافذه بتقول ان زينو يظن ان هذا من الطيش. وبتجيله نافذه ثانيه بتقول يوجد حاكم مهتم بقرارك المتهور. وبتجيله نافذه ثالثه بتقول الشيطان المراقب للموت سيمنحك جائزة إن قمت بانتزاع المركز الأول في المساهمة. وجين بيقول طيب هاخد قراري بعد ما أشوف الجائزة. وفولكان بيقول مش مصدق أنت عايز تموت للدرجة دي؟ وبعد كده جين بيدوس موافق عشان يقبل موجة الوحوش. وبتيجي نافذة للناس كلها اللي في القرية بتقول الأقزام سيهجمون الآن على مدخل القرية بعد دقائق معدودة، ستصبح كل المناطق الآمنة في الطابق الأول ملغية. والناس بتقول اللعنة موجة وحوش، مين الغبي اللي قبل الموجة دي؟ وشخص منهم بيصرخ وبيقول إن أنهيتم المهمة سريعوا بالذهاب إلى الطابق الثاني. وبيقول بمجرد ما الموجة تبتدي محدش هيقدر يخرج من هنا. وبعدها بتتفتح قدام بوابهم وبيبدأ يخرج منها كل الأقزام، والناس كلها بتقول فات الأوان، لا هناك الكثير منهم. في اللحظة دي بقى جين بيوصل وبيقول لهم لو حد فيكم لمس أي قزم فأنا هقتلكم كلكم. نكمل الأحداث بتاعتنا بعد ما جين قبل موجة الوحوش، وبيقول للأشخاص اللي واقفين دول لو حد لمس أي قزم فأنا هقتله فورا. وبعد كده جين بيطلع أرواحه وبينشرها في كل مكان، وفي شخص منهم بيتفاجئ وبيقول إيه ده مستحضر أرواح؟ وبيقول بس ازاي احنا لسه في الطابق الاول، ازاي حصل على الفئه دي؟ والارواح بتنتشر في كل مكان عشان تقتل كل الاجزاء. وهاري بتطلب من جين ان هي كمان تقتل الاجزاء، وجين بيبص لها بيقول لها انها تعمل كده بسرعه لان الارواح مش هيدوها فرصه. وبتبص له بصه كلها ثقه وبتقول له ما تقلقش انا عندي فكره. وبتعمل جيب بعضي وبتطلع منه سيف كله هاله كبيره، وفي قسم بيقدم ناحيتها لكن هي مش بتديله فرصه وبتقتله على طول. وبتقول السيف ده مش عادي وان السيف ده قوي جدا. وبعد كده واحد بينده لجين وبيقول له انت مين عشان تتحكم بالاوضاع هنا؟ وجين بيبص له باستهزاء وبيقول له انت مين اصلا؟ وبيقول له انا كيم تاي. وبيقول له سمعت قبل كده عن نقابه السنون الابيض. وجين بيبص له بيقول له ايه السنون الابيض دي؟ وبيقول له ايه ده انت مش عارفها، خليني اعرفك يا سيدي. وبيقول له ان النقابه دي مشهوره وانها نقابه فرعيه لاشقاء بيلون. وجين بيتفاجئ جدا وبيكون ملامحه غضب، بيقول له انت قلت حالا الاشقاء بيلون؟ وبيقول له كيم تاي ان اخوك كبير منضم للنقابه دي، وبيقول له احنا كمان هنعمل كده بمجرد ما نوصل للطابق العاشر. وبيقول له انا شايف انك عندك قوه كبيره وممكن اتكلم مع اخويا واخليك تنضم معايا. ولكن قبل ما يكمل كلامه في راح بتمسكه، وجين بيقول له اعتذر لكن جوابي هو الرفض. وكيم تاي بيقعد يصوت وبيطلب منه ان هو يسيبه. وجين بيقول كويس كنت محتاج اجمع معلومات عنهم. وجين بياخد منه سيف وبيبص له هشوفك بعدين بعد الموجه، عندي بعض الاسئله ليك. والشخص ده بيقول له انت بتعمل تهديد لانك اقوى مننا. وجين بيبص له كده بيقول له ليه هو مش واضح؟ وبيقول له كل حاجه مهمه هنا هي القوه. وكيم تاي بيقعد يصوت وبيقول سيبني، والوحش بيسيبه وبيقع على الارض. وجين بيقول له اسمعني كويس انت لسه ما اتحررتش. وبيقول له انا سبتك دلوقتي لاني محتاج بعض المعلومات. وبيقول له دلوقتي روح بعيد بدل ما اقتلك. وصديق كيم تاي بيقول له هنعمل ايه دلوقتي؟ والتاني بيقول له انت مش هتعمل اي حاجه. وكيم تاي بيقول لهم احنا هنهرب، احنا فضلنا هنا هيمسكنا التاني الوقت ده من جديد. وبنشوف جين وفولكان وهما بيقتلوا كل الاقزام. وفولكان بيقول لجين ان في كتير منهم، وجين بيقول لفولكان ان هو اللي هيقاتل وهو يتحكم بالاوضاع، وبيستحضروا ارواح الاقزام اللي هم قتلوها وبيخلوها تقتل الاقزام. وجين بيقول لفولكان ان هو اي قزم هيقتله يحوله لهيكل عظمي على طول. وفولكان بيقول لجين ان هو مش محتاج ان هو يقول له كده. وجين بيقول طيب خلينا نلعب شويه. وجين بيروح ناحيه الاقزام ويفضل ان هو يقتل فيهم واحد ورا التاني. نروح لهاري واللي هي مش بتكون مدي الاقزام اي فرصه وبتقتلهم واحد ورا التاني هي كمان. وبعد كده بيبان عليها التوتر بتقول في كتير منهم فعلا، وفي قزم بيجي من وراها وبيقدر ان هو يجرحها. وهاري بتقول الوجع اللي انا حاسه بيه ده ما يجيش مقارنه بالوجع اللي انا حسيته لما القاره بتاعتي اتحرقت. وبعدها بتقتل الوحش اللي هو قدر ان هو يجرحها. وبعدها بتقع على الارض وبتقول ان طاقتها خلصت. بعدها بتسمع ضجه جايه من وراها وبتبص على جين وتقول انها متسلق من الطابق الاول. وبتقول ازاي انسان عادي عنده القوه الهائله دي؟ وبتقول لازم اتبع الشخص ده واتسلق البرج. وبتقول بالطريقه دي اقدر اني انتقم لقريتي. وبعد كده بيجي وحش من وراها بيحاول ان هو يجرحها، ولكن بيجي فولكان وبيقدر انه ينقذها وبيسالها لو كانت بخير. وهاري بتقول له ايوه، وبتقول ان هي تتولى امرها بنفسها. وفولكان بيتفاجئ من العزيمه بتاعتها وبيقول تقريبا عانت كتير في حياتها. وبعد كده هاري بتساله هو ساعدها ليه، وبتقول له بينما كنت اهرب من الطابق المائة مفيش حد حاول ان هو يساعدني. وبتقول انها كانت فرحانه جدا لان مفيش حد حاول يأذيها. وبتساله لو هو ساعدها عشان هو طمعان في حاجه، وبيقول لها معرفش. وبتقول له انت تقول ايه يا راجل انت؟ وبعد كده بيرد عليها وبيقول لها ان جنود الروح لازم يسمعوا كلام سيد الروح، ده كل اللي في الموضوع. وبيقول لها ان دي كانت اوامر سيد جين، وبيقول ان هو امره ان هو يحميها عشان يتاكد انها حققت هدفها. وبيقول لها ان هو هيمشي دلوقتي عشان يساعده في قتل الوحوش. وهاري بتقول في نفسها سيد جين بسبب اللي انت عملته معايا فلازم اتاكد اني هرد الدين في يوم من الايام.
وبعد كده بتلبس قناع على شكل شيطان وبينبعث منها طاقه هايله، لدرجه ان جين وفولكان حسوا بالطاقه دي. ده كمان الاقزام كانوا متفاجئين جدا. وبعد كده هاريو بتفشخ الاقزام واحد ورا التاني، وبتكون مش مديه اي فرصه الاقزام انهم يهجموا عليها حتى. وهنروح لجين اللي بيقول انا فهمت دلوقتي، الناس اللي هجموا على كارت الاوكيابي كانوا بيهدفوا للسيف اللي مع هاريو. وبعد كده تيجي رساله لجين ان اتبقى دقيقه واحده على انتهاء الموجه. وبعد كده فولكان بيقول لجين ان البوابه بدات تظهر، وجين بيقول له خلاص ده الوحش الاخير وبيقتله. وبعدها البوابه بتتقفل وبتيجي رساله لجين من النظام بتقول لقد انتهت الموجه. وفولكان بيقول لجين انت فعلا وحش. وبعدها هاري بتفقد قوتها وبتكون خلاص هتقع على الارض، ولكن جين بيلحقها وبيمسكها وبيقول لها انت بخير، وبيقول لها ما كانش لازم تستخدمي اي مهاره وانت مرهقه كده. في اللحظه دي هاري بتتكسف جدا وبتقول له شكرا ليك. وبتيجي رساله جين بتقول هناك مكافآت للمشاركين في المركز الاول والثاني والثالث. وجين بيقول ايه مش هنقبض دلوقتي. وبتكون اترفعت احصائيات جين ل5 نقط. وجين بيقول ان بالنسبه للموجه دي فالنقط دي قليله جدا. وبيقول اذا حصلت على مهارات عديده عن طريق الاتقان الكامل والشراهه فبعد كده ارقامها هترفع من غير نهايه. وبعد كده كلهم بياخدوا مكافآت. وجين بيقول لفولكان ايه ده انت خدت كمان مكافاه اديها لي. وهاري بتطلب من جين ان هو يقبل مكافاتها. وجين بيقول لها ايه ده انت كمان عايزه تديني المكافاه بتاعتك. وجين بيقول لها انا اسف اتغدر بيا قبل كده من صحابي مش مستعد ان ده يحصل تاني. وبيقول لها انا سمحت ليك انك تقاتلي معايا لكن ده مش معناه اني بثق بيكي. وبيقول لها بالنسبه لمكافاه المركز الثاني في الموجه فهي كبيره عليا جدا من غير ما اسالك سؤال. وبيقول لها خطوه واحده خلفي ستكون كافيه، حاولي ان تكوني اكثر موثوقيه على الاقل والا سيكون من الصعب ابقائك الى جواري. وهاري بتفكر شويه وبعد كده بتعمل جيب بعدي عشان تستخرج منه حاجه، وبيطلع القناع اللي هي لبسته من شويه وبتقول له اقبل دي ارجوك. وبتقول له انا هديك قناع العفريت بجانب المكافاه بتاعت المركز الثاني. وفولكان بيقول لها ايه ده انت مجنونه عايز تدي قناع العفريت لشخص غريب، ده ايه الهبل ده بس يا رب. وجين بيقول القناع ده هو جوهر قوه العفريت، وبيقول عنصر يستخدم مره واحده في العمر لا تكون بتسليمه الا رفيق تثق به. وجين بيكون ماسك القناع وهو قلقان شويه وبيقول لها انت اديتيني البتاع ده ليه. وبتقول له انا اديتهولك كدليل اني مش هخونك ابدا. وبتقول له اعتبر ده رد جميل عشان انت انقذتني مرتين. وبيقول لها عشان تديني القناع ده فالموضوع ده مبالغ فيه شويه. وبيقول لها انا شايف ان يكون في سبب تاني عشان تديني القناع ده. وبتتغير ملامح هاري وبتقول الانتقام. وجين بيبص لها وبيقول لها انتقام ايه ده. وبتقول انا ما قلتلكش الموضوع بالظبط ولكن بلدتي تم احراقها بالكامل. وبتقول حاولت اني الاقي اي حد عايش لكن ما لقيتش اي حد ابدا. وبتقول ربما انا اخر عفريت ناجي. وبتعيط وهي بتقول بصفه اخر عفريت لابد لي من ايجاد اولئك الاشخاص الذي ابادوا شعبي بالكامل. وبتقول له عشان كده لازم انتقم منهم وانا جنبك. وجين بيقول في نفسه البت دي حصل لها زي اللي حصل لي بالظبط. وجين بيحط ايده عليها وبيقول لها جهزي نفسك للموت لو انت خنتيني لاني مش مهتم حتى لو انا حصلت على قناع العفريت، فما تفتكريش انك هتاخدي ثقتي الكامله. وبعدها تبدا تتمحن وتقول له ايه ده بجد شكرا جدا ومش عارف ايه. وجين بيبص لها اللي هو ايه ده يا بنت وبعد كده جين بيفتح المكافآت واللي بيكون خاتم مانا وحلق مانا وقلاده مانا. وفولكان بيقول له ايه ده حصلت على عناصر جديده. وهاري بتساله لو هي قويه. وفولكان بيقول لها ده الافضل بالنسبه لمصلحه الارواح يحافظ على جيوشه بواسطه المانا. وبيقول لجين الحاجات دي هتكون مفيده جدا ليه. وجين بيقول للشيطان امر الموت انت فاكر ان انا نسيت المكافاه بتاعتي. وبتجيله نفس نظام بتقول شيطان الموت يريد الحديث عن هذا في مكان اخر. وبعد ما جين بيروح لمكان لوحدهم بيكون عمال يرخم على شيطان امر الموت. وشيطان امر الموت بيقول له ان هو يبطل يستعجله. وجين بيقول له استعجل يلا عشان انا ما عنديش وقت ليك. وبعد كده تنزل مكافاه على الترابيزه وبتتضح انها خاتم وبيكون بيتبعث منه طاقه هايله. وجين بيقول ايه ده هو اليوم العالمي للخواتم ولا ايه. وجين بيقول يلا نشوف. وبعد كده جين بيتفاجئ جدا بيقول يحتوي على قوه مظلمه. وفولكان بيتفاجئ وبيقول ايه ده قوه مظلمه انت متاكد من اللي انت بتقوله ده. وجين بيقول القوه المظلمه دي الشياطين بس هما بيتمتعوا بيها. وبتجينا نفس النظام بتقول لا يمكنك التعامل مباشره مع القوه المظلمه الا عند ارتداك الخير. بيكون مكتوب القوه الشرسه موارد الملأ اللانهائيه. وبيقول عشان تاخد القوه المظلمه فلازم تكون عبد للشياطين دول. وبعد كده جين بيلبس الخاتم وبترفع نقط المانا ل 51. وبتجينا نفسها بتقول ان شيطان الموت عايز يسلم عليه. وجين بيقول عادي كده كده المكافاه بتاعته كويسه وبيسلم عليه. وبيجيله اشعار ان زينو غيران من شيطان الموت. وبتيجي كذا نفسها بتقول ان زينو غيران جدا من شيطان الموت وعايز يسلم على جين هو كمان. وجين بيقول لجين لو انت عايز تسلم عليا فلازم تجيب لي حاجه. وفولكان بيكون متفاجئ جدا من جين وبيقول بتطلب حاجه من شيطان انت مجنون فعلا. وبتيجي نفسها لجين بتقول ان زينو هيديه مهمه. وجين بيقول ايه ده مهمه انت بتتكلم بجد. وفولكان لما بيسمع الكلام ده بيقول مهمه من الشيطان فرصتنا يا حمار. وجين بيقول له انا متفاجئ انا كمان. وجين بيقول له طيب انا هقبل العرض اعتبرها جميله. والمهمه بتقول زي عصايتك في كل انحاء البرج قبل وصولك للطابق المية. والعقوبه بتاعت الخساره ان هو هيكون رسول لزينو والعياذ بالله. ورسوم العقد ان هو يسلم على زينو. وبتكون مكافأة ان هو يطلب وصفه لاي حاجه هو عايزها. وجين بيبتسم وبيقول في نفسه فرصتي. وبيقول بس العقوبه وحشه قوي. وبيقول بس ما ينفعش اخسر الفرصه دي. وجين بيقول له قبلت المهمه بتاعتك وبيسلم على زينو. وهاري بتساله اللي هو هيروح الطابق التاني وبيقول لا احنا اول حاجه هنعملها هنقبض على كيم تاي ونستخرج منه معلومات وعشان كده فولكان عايزك تدور عليه. وفولكان بيقول له ايه ده انت عارف مكانه. وجين بيقول له ايوه واني خليت جندي يروح يمشي وراه. وبيقول هو بعيد شويه لكن هو لسه في الطابق الاول. وفولكان بيكون خلاص هيجيب سيره عيلته كلها وبيقول له كنت تقول لي من الاول. وبيقول له انا رايح دلوقتي. وجين بيقول لهاري وخلينا نتكلم شويه واحنا بنتمشى. وبيقول لها ان هو عايز يعرف معلومات عن القناع ده.
وبتبدا تشرح له وبتقول له ان القناع ده يسمح للمستخدم استعمال قدرات الدوكيابي. وجين بيكون ماسك القناع وهو باصص له كده وبيقول لهاريو أليست قدرات الدوكيابي المتعلقه بالسحر والقوه الخارقه؟ وهاريو بتقول له ايوه انت معاك حق. وبتقول له بالنسبه لي انا اقدر استخدم القوه الخارقه واستخدام قدره البصيره عشان اشوف المستقبل. وبيقول لها تشوف المستقبل مش الموضوع ده قليل شويه؟ وبيقول لو انا عايز احصل على قوه خارقه فهي لازم تسندني في المعركه. وهاري بتبص لجين وهي متفاجئه جدا منه. وجين بيسالها وبيقول لها انت بتبصي لي كده ليه؟ وبتقول له لا مفيش حاجه بس انا شايفك انك غريب شويه. وبتقول له الناس من خارج القريه اعتادوا على السفر اياما عشان يستخدموا القدره دي، وكانوا بيسالوا الشيوخ ازاي يستخدموا القدرات دي لان اغلبهم كانوا قلقانين جدا من اللي هيحصل في المستقبل. وبعد كده بتمشي قدام جين وهي واثقه من نفسها وبتقول القدره دي هتناسبك جدا. وبتقول له قدرتي بصيره المعركه هي قدره مخصصه لارض المعركه. وبتقول له ايه رايك انا مهمه مش كده؟ وبعد كده جين بيحضن اري وبيقول لها ممتاز. في اللحظه دي هاري بتكون مكسوفه جدا وجين بيقول لها شكرا جدا انت الافضل. وبيقول في نفسه عندما ياتي الامر للقتال ضد 9 نجوم فاني عندي فرصه في القتال. وهاري بتكون مكسوفه جدا من جين وجين بيقول لها شكرا جدا ليك. وبتجيب نفس نظام بتقول ان زينو بياخد سوا. جين في اللحظه دي بتعصب جدا وبيقول له ابتعد من هنا يا ابني. وجين بيقول لها انا اسف بس. وهاري بتقول لا لا انا فخوره اني عرفت اساعدك. وجين بيقول لها على اي حال ساتاكد من دفع ثمن هذا القناع. وبيقول لها انا هساعدك عشان اخد الطار بتاعك. وهاري بتشكره جدا على اللي هو قاله ده. نروح لفولكان اللي بيكون ماسك كيم تاي وبيقول له استنى بس لحد ما يوصل سايد جين. وبيقول له انت عارف صعب قد ايه اني امسكك من غير ما اقتلك؟ وبيشتم على جين وبيقول الحيوان ده فين. في اللحظه دي جين بيجي على السيره بيقول له ايه ده انت استنيتني كتير. وفولكان بيقول له ايه ده انت كنت فين كل ده؟ ما كانش يعرف يعني ان جين بيحضن الموز. وفولكان بيقول له انت عارف صعب قد ايه ان انا امسكه من غير ما اقتله؟ وجين بيقول له ايه ده هو حاول ان هو يمشي من هنا. وبيقول له وسع كده يا فولكان. وبيغرز السيف في الشجره جنب كيم تاي وبيقول له دلوقتي هرجع لك سيفك بس عارف هحطه لك فين؟ والله العظيم يا جدعان ما بستقبل مكتوب كده في الترجمه. وبيقول له سواء هحطه لك في معدتك او في ايدك او في وبيقول له كل حاجه هتتحدد بمجرد ما انت تجاوب على اسئلتي صح. وبيقول له انا عايز اعرف كل حاجه عن السنون الابيض. وبيفضل يصرخ فيه وبيقول له يلا ابدا ابدا. وكيم تاي بعدين بيقول له كل المعلومات بيقول له انا ماشي. وجين بيقول له يلا غرفه داهيه. وفولكان بيسال جين وبيقول له انت هتخليه يمشي؟ وجين بيقول له كده كده هدمر النقابه بتاعته في اي حاجه. وبيقول له هنعمل ايه في التبعيد للمملكه المقدسه. وبيقول له من المحتمل ان يعمل الكثير من النقابات الصغيره معهم بين الطوابق العاشره والمائتين. وبيقول له في نقابات صغيره كتير. وبيقول له انا هدمرهم كلهم. وفولكان وشه بيتشفت كده وبيقول له هيكون ممل جدا. وجين بيقول له في اي حال الامر ده يكون في صالحنا. وهاري بتقول انت بتتكلم عن مهمه زينو؟ وجين بيقول لها ايوه انا. وبيقول لو عرفت ادمر كل النقابات المدعومه بواسطه الاخين بيلو فده هيديه فرصه كويسه في اكمال المهمه. وبيقول خلينا ننتقل للطابق العاشر. نروح للطابق التاني وبتكون الناس بتتكلم عن جين. وبعد كده بيقولوا ايه ده الراجل ده وصل. واحد بيقول منهم ايه ده قناع الشبح. وبيسالوه لو هو عنده نقابه وبيسالوه كمان عن اسم. وجين بيقول ما ينفعش يقول اسم الحقيقي دلوقتي. وبيقول لهم ان هو اسمه وجه الشبح. وواحد بيقول له هو ايه اللي وجه الشبح ما تفهمنا اكتر يا عم انت. وصاحب بيقول له يا عم اهدى على نفسك بدل ما يمسكك يفشخك. وبيقول له افرض كان عمل اي جريمه قبل ما يجي للبرج. وبيقول في نفسه ان هو يخفي وشه ده امر شائع. وجين بيقول فولكان يلا عشان نمشي عشان نعمل اللي ورانا. وبعد كده جين وفولكان وهاري بيختفوا من قدام الناس دول. وبعد كده الشخص ده بيقول مشي الجبان. وبعد كده جين بيوصل الطابق التاني والبرج بيرحب بيه وبيقول له اهلا بيك في الطابق التاني. وبتكون عنده مهمه ان هو يخلص على 10 كوبولد وانه يخلص على 10 من محاربي الكوبولد. وجين بيقول شكل المهمات دي من المهمات اللي انا مش بحبها. وبيقول له فولكان يلا خلص المهمات دي. تحسه كده ان هو بيتعامل مع فولكان على اساس ان هو عبد ليه. وفولكان بيقول له انت عايزني انا اللي اعمل كده؟ وبيقول له ايوه عشان انا هجرب الطاقه الشيطانيه فارجع بسرعه عشان تشوفني. وبيقول له ماشي ماشي استناني بس ما تخلص الطاقه الشيطانيه. وجين بيقلع هدومه وبيقول ان هو متشوق جدا. وبيقول بالتفكير في الموضوع ان انا هقدر استخدم الطاقه الشيطانيه. وبيقول انا نشوف جوده القوه دي. وبيقول ان دي قوه من احد الانواع الاربعه العظيمه قوه الشياطين. وبيقول بقى هي كده الطاقه الشيطانيه. وهاري بتقول له في قزم قدامك. وجين بيقول جيت في وقتك. وبيقول له يلا عشان اجرب عليك الطاقه الشيطانيه. وبيطلق عليه طاقه شيطانيه ولكن بيتعدي من جنب الوحش. وهاري بتقول ايه ده اتفاداها. وجين بيقول لها لا الهجوم ده مش محتاج ان هو يلمسه اصلا. وبعد كده بنشوف ان الوحش اتدمر تماما. وبيقول حتى لو الهجوم ده يا دوبك خدشهم فهو بقى هيتسببوا بيه برضه. وجين بيقول لو اضفت طاقه شيطانيه لجندي روح فهيتم انشاء جندي روح اقوى بكتير. وبيبدا ان هو يدمج القوتين مع بعض. وبيقول ايه ده الروح انهارت دلوقتي. وبيقول انا محتاج اني اقلل كثافه الطاقه الشيطانيه. وبيقول انا هقللها من 1 ل 10. وبيقول مثالي لو كانت اكتملت. وبعد كده بيستحضر الروح فيها طاقه شيطانيه. وجين بيقول لهاري ان هو كان متفاجئ جدا ان هو قدر يعمل كده بسهوله. وبيقول في نفسه نظرا لعدم وجود الكثير من الاشخاص الذين يمكنهم تحمل الطاقه الشيطانيه الخالصه بخلاف الشياطين فانا واثق من عدم معرفه اي شخص بمدى سهوله استخدامها. وبيكون قصده بالكلام ده على الطاقه الشيطانيه. وبعد كده فولكان بيجي وبيقول له قمت بتشكيل هذه الروح بالطاقه الشيطانيه. وبيقول له جندي روح مع الطاقه الشيطانيه بوسعك دعوته بروح جندي الشيطان. وجين بيقول له الاسم مش وحش. وفولكان بيقول ايه ده الروح دي مناسبه جدا. بيقول له بس ايه ده انت كل ما تيجي هتقبض على واحد هتضيف لواحد واحد الطاقه الشيطانيه. وجين بيقول لفولكان عندما يتعلق الامر بالاستدعاء لا ريب انك اكثر كفاءه مني. وبيبدا فولكان يتغر في نفسه وبيقول له انت شكلك بتدي المعلم بتاعك احترام. وبعد كده جين بيحط في فولكان طاقه شيطانيه. وفولكان بيقول انت بتعمل ايه؟ وجين بيقول لو عرفت من منحك الطاقه الشيطانيه ساعتها الارواح اللي انت هتستدعيها هيكون فيها طاقه شيطانيه تلقائيه. وبيقول نظرا ان قوتك اعلى من قوه الوحش فانا هستخدم كل الطاقه الشيطانيه اللي عندي فيك. وبيبدا فولكان يصرخ من الالم. وبتكون هاري قلقانه جدا ان فولكان يحصل له حاجه.
وجين بيقول لها ما تخافيش، سيد الروح الاول مش هيموت بالبساطه دي. وفولكان بيقول له لو عرفت اطلع من كده سليم فانا هفشخك. وجين بيقول له طيب لو انت بقيت اقوى فانا وانت هنلعب ضد بعض. وبعد كده بيكتمل اندماج الطاقه الشيطانيه بفولكان. وجين بيقول اعظم روح شيطان من بين جنودي هو انت يا فولكان. وفولكان بيتكلم بجد وبيقول له انت عملت خطأ، وبيقول له انت استدعيت روح اقوى منك شخصيا، ده اكبر غلط انت عملته كمستحضر ارواح. وبعد كده جين بيقول له انت غاضب كويس، وبيمسك القناع وبيلبسه وبيقول له انا كنت محتاج خصم اجرب عليه قناع الشيطان. وفولكان بيضحك ضحكه شيطانيه وبيقول له دلوقتي هوريك جنود الشياطين ان انا بستدعيهم. وبيطلع ارواح شيطانيه وبيقول لهم انطلقوا ايها ارواح جنود الشياطين. وبعد كده هاري بتقول في نفسها ايه ده استخدم قوه القناع. وجين بيقول في نفسه ارواح جنود الشياطين اصبحت اكثر بطئا. بيقول ولا ده شعوري وخلاص. وبتقول بدل العالم اللي هاري بتشوفه على طول. وبعد كده جين بيقدر انه يخلص على ارواح الشياطين. وفولكان بيكون متفاجئ جدا. وفولكان بيقول لا ينطبق هذا الا على الاشخاص العاديين. وبيكون بيقول كده لان جين قدر ان هو يضربه في وشه. وهاري بتقول لجين انت استخدمت دلوقتي قوه القناع. وجين بيقول ايوه انا حسيت الارواح ان هي بطيئه. وبيقول حسيت للحظه اني احسن مقاتل. وهاري بتقول له بخصوص الظاهره دي اعتقد انها كانت مجرد اثر جانبي بسبب انك فشلت في المهاره. جين بيقول لها اثر جانبي. وبيقول لها اذا كان ده اثر جانبي فقوه القناع قد ايه. وبتقول له قلت لك قبل كده تستخدم كبصيره في المعركه. وبتقول له ما ينفعش الاعداء يكونوا ابطأ بس، المفروض انك تشوف حركاتهم ابطأ وتشوف حركاتهم المستقبليه كمان. وجين بيقول لها مستحيل نوصل للنقطه دي. وهاري بتقول له لو انت سالتني فانا بعمل الامر ده ببساطه. وجين بيقول في نفسه بتعمل الامر ده ببساطه. وبيقول نسيت لابد من اعتبارها عبقريه حتى بين باقي الدكيابي. وبيقول حتى لو أنا طلبت انها تعلمني فهيكون الموضوع صعب بالنسبه لها. وبعد كده جين بيشكرها على القناع ده. وهاري بتقول ان مفيش داعي للشكر. وفولكان بيكون قاعد شبه ست مطلقه وعمال يندب وبيقول بقى انا اعظم مستحضر ارواح اتضرب من شخص عادي كده. وهاري بتيجي وبتقول له ولكن فولكان مش بيديها فرصه تتكلم وبيحضنها. وبيقول لها انت غير الحمار ده، انت جيت عشان تخليني احس بالتحسن. وبتقول له لا استحضر المزيد من الكوبالت. وجين بيقول احنا لسه محتاجين واحد كمان، من الافضل ان هو يجيب واحد قبل ما حوار الجرم روحي واكله. وبتقول له ده الكلام اللي قاله جين. وفولكان بيكون صعبان عليه حاله وبيقول ازاي الموضوع وصل بيا لكده. وبعد كده بتيجي نفسة نظام بتقول ان جين خلص المهم. وبعد كده جين بيفضل يعدي طبق ورا التاني لحد ما بيوصل للطبق الخامس. وبيكون في شخصين بيتكلموا عن الشبح وبيكون قصدهم على جين. وبنشوف زومبي واقف على شجره وبيضرب سهم، وبيكون السهم ده جاي ناحيه جين ولكن هاري بتمسك سيفه وبتقسم السهم ده نصين. وبنشوف ان ملامح هاري اتغيرت خالص وبتقول انت ازاي تجرؤ انك تعمل كده، ازاي عايز تهاجم لسيد جين. والزومبي اول ما يشوف ملامح هاري بيتخض جدا وبتيجي روح من الارواح الشيطانيه بتمسك الزومبي ده وبتقتله. وفولكان بيقول لها كويس انك قدرت توقف السهم بتاعه يا هاري. بتقول بنبره غريبه ده اللي كان لازم يحصل. وفولكان بيقول هي مال الابتسامه بتاعتها عامله كده ليه. وبيقول يا ترى ايه اللي حصل لها. وفولكان بيسالها لو هي كانت بخير. وفي اللحظه دي ملامح هاري بترجع زي ما كانت على طول. وبيقول بالليل هتكون في موجه وحوش ونروح لليل اللي هم في الطابق الرابع قبل ما يخشوا الطابق الخامس. وجين بيقول لهم من بعد الطابق الخامس فهيكون في عفاريت مش وحوش ولازم اخد لقب قاتل العفاريت كمان. وجين بيقول لهم انا عندي طريقه عشان انشئ موجه بشكل يدوي. وفولكان وهاري بيستغربوا جدا بيقولوا انشاء موجه. وفولكان بيقول ما بين كل الاشعاعات مفيش حد قدر ان هو ينشئ موجه. وجين بيقول ان هو اكتشف طريقه عن طريق الصدفه. وبيقول ان هو في الطابق الثالث اكتشف الموضوع ده. بيقول في كل طابق تكون هناك منطقه مركزيه حيث يظهر كل الوحوش، لو انا لقيتها وقدرت اوصل المنى ليها فهي بتنتج حاجه اشبه موجه وحوش. وفولكان بيقول على كده انت تاخد فوائد عشان انت بتجمع معلومات من غير ما تقول للناس التانيين. وجين بيقول لا وان هو اول مره يعمل كده. وجين بيقول الوحوش الموجوده في الطابق 300 وما فوق تكون على مقياس اخر مقارنه بالعفاريت. وبيقول حتى وان كانت هذه الانواع الاربعه العظيمه فسيكون من المستحيل ايقاف الوحوش وجها لوجه عند ظهور الموجه. وفولكان بيقول ان هو يستغل ده. نرجع لوقتنا الحال وبنشوف اشخاص بيقولوا في زلزال وبيقولوا ان الموضوع ده عاده مش بيحصل في البرج. والشخص ابو شعر اصفر ده بيقول لابو الطاقيه بص هناك وبيقول له ظهرت موجه. وبيقول له انا ما شفتهاش قبل كده في الطابق الاول. وبيكونوا مستغربين جدا لان في زومبي اخضر خرجوا منها وبيتساءلوا ليه مفيش اشعار جالهم عشان يحذرهم. والوحوش دي بتبدا تطلق اسهام عليهم وشخص منهم بيتخدر بيه على الارض وصاحبه بيحاول ان هو يصحيه. في اللحظه دي بيوصل جين وبيقول للواد ابو شعر اصفر ان هو ياخد صاحبه ويروح بعيد. وابو شعر اصفر بيساله لو هو واجه الشبح والناس كلها ابتدت تهدف وبتقول واجه الشبح ظهر. وبيقول خلاص هيتم انقاذنا. وجين بيقول انا هنقذكم او ايا كان. بيقول في نفسه فلتنجوا ولا تنشروا اشاعات عني. وجين بيستدعي الارواح بيقول ان هم يقاتلوا كل الوحوش دي. ومره واحده بيحصل انفجار وبتبدا ارواح الشياطين تتحرق. وجين وفولكان بيكونوا متفاجئين لان العفاريت الروحيه قدروا ان هم يقتلوا ارواح الشياطين. وجين بيقول لازم نخلص منهم حالا. وبنشوف هاري واقفه فوق بيت من البيوت وبتنزل عليهم بالابتسامه الشريره اللي احنا شفناها قبل كده وبتبدا ان هي تقتل واحد فيهم ورا التاني. وفولكان بيفرح جدا وبيكون لسه هيكلم جين ولكن مش بيلاقيه جنبه. وبنشوف جين وهو بيستخدم مهاره الشراهه وبيقول بالتفكير ان النار دي ليها تاثير على الروح. وبيقول ان هو هيحسن الموضوع ده بعدين. وبيستخدم مهاره اسمها نيران الروح. وبيقول لهاري عاش عليك ولكن هاري مش بيكون في وعيها وبتبدا ان هي تقتل الوحوش كلها واحده ورا التاني. وبيبدا يظهر عليها لبس الساموراي وبيطلع لها قرنين وبيبان عليها الشر. ومره واحده بتهجم على جين وبتبدا انها تدمر كذا حته من المكان. وجين بيقول لقد تمكنت من تدمير القارب باكملها في لحظه بصر. وبيكون متفاجئ من قوتها جدا وبيقول السيف ده وهاري بيكون قويه جدا وبتدمر المكان كله. وبتبدا ان هي تهجم على جين وجين بيقلع القناع وبيحاول ان هو يخليها تفتكره. وبيقول لها انا جين انت مش قادره تعرفي عليا ولكن هاري بتكون مش في وعيها خالص وبتبدا ان هي تهجم على جين تاني. وجين بيصد هجومها بالعصايه وبيقول ايه ده دي قويه جدا. وبعد كده هاري بتنط في السماء وبتنزل على الارض وبتدمر. وبعد كده بيجي فولكان وبيقول له انت لسه على قيد الحياه وبيساله لو هاري كانت بخير. وبيكون فولكان بيتكلموا عن طريقه التخاطر
وبيقول له شكلك بخير، وبيساله لو هاري كانت بخير، وبيقول له اسف لكن انا اتضربت في المعركه من قبل هاري، وبيقول له لا يهم كيف اراها، وبيقول تصدر منها هاله عميقه جدا، وبيقول انا دلوقتي بواجه اخر عنقود في توكويابي، وفلكان بيقول له ماذا عن الموج، وجين بيقول له مات معظمه، وبيقول له ان هو يتولى الباقي، وبعد كده جين بيلبس القناع تاني وبيقوم لها وبيقول لازم اتولى امر هاري بنفسي، وبعد كده بيستخدم بصيره المعركه وبيحاول يهجم على هاري، ولكن هاري بيصد هجومه بكل بساطه، وجين بيقول ما تقول لي هذه بصيره المعركه الخاصه بهاري، وبتبدا هاري ان هي تضحك ضحكه شريره وبتضرب جين لدرجه ان هو طار ورا وبيبدا يطلع في دم، وبعد كده جين بيستدعي الهيكل العظميه وبيقول اولئك الذين يركضون بين عفاريت الموج، وبيقول انطلقوا ايها الجنود العظميه اوقفوا هاريو، وبيبداوا الجنود العظميين ان هم يمسكوا هاريو، ولكن هاري بيتخلص عليهم في لمح البصر، وجين بيقول ايه ده ما تمكنش حتى ان يشوف في المستقبل ان الهيكل العظميه هتموت، وبيقول كده لان هاري قدرت ان هي تقطع الهيكل العظميه لحتت، وبيقول ايه ده دي قويه جدا، وبيقول يا ترى ازاي هفوز على شخص قوي زيها، وجين بيقول في حاجه مش طبيعيه، وبيلاحظ ان هو باين عليها التعب، وبيلاحظ ان عينيها بدات تطلع في دم، وبيقول في حاجه فيها، وبيقول هو ده الارتداد اللي هي قالت لي عليه قبل كده، وبيقول لو الموضوع كده فانا عندي فرصه اني افوز عليها، وبيقول لازم اخد بالي ان هي ما تستخدمش بصيره المعركه بتاعتها، وبعد كده هاري بتيجي تهجم على جين ولكن مش بتلاقيه، وبتبص تحت وبتكون متضايقه جدا، وجين بيحاول يستفزها وبيقول لها انت بتعملي عندك ايه انزلي لي هنا، وبعد كده هاري بتمسك السيف بتاعها وبتنزل بيه ناحيه جين، ولكن جين بيستدعي روح من ارواح الزومبي، والزومبي بينط في الهواء وبيضرب سهم ناحيه هاري، وجين بيقول السم مسبب للشلل الخاص بالعفاريت، وهاري بتكون مفاجئ جدا من السهم اللي جاي ناحيتها ده، وجين بيقول لها ما اعتقدش انك هتقدري تفادي الهجوم من غير بصيره المعركه،